طبعا الكاسور يستخدم مع جلد الأرنب أو جلد سمك الجري، بس لأنه جلد الأرنب ما متوفر بالعراق بكثرة، فأكثر الأحيان يستخدمون جلد قلب البقر أو جلد مال سمك الجري. هم ممكن عندك يبقى أسبوعين وما يتحمل، ثاني شي ريحته مو طيبة. طريقة عزفها تكون بإيدك كاملة أو 4 أصابع. طبعا نفس الشي ممكن تخلي أي قماش أو تخلي في دقاء ثانية حتى ترفعها لحد المستوى اللي أنت يناسبك، وراح تلزمها وتثبتها بطريقة صحيحة بهاي الطريقة إنه تبدي تعزف. عزفها يكون بهذا الشكل. ضربة واحدة صوتها يكون أثخن من الزنبور. طبعا تقدر تضرب نصف ضربة اللي يطلع عندك هذا الصوت. طبعا مثل ما تشوف اصابعي مشدودة وده يطلع عندي الصوت ضربة ضربتين، ضربة ضربتين. تبدي تسرع شوي شوي حتى تقوي نفسك. الإيقاعات اللي تضيف الكاسورة عليها إيقاعات الخشابة أكثرها، يعني ممكن تقدر تغطيها بالكاسورة، تقدر تعزفها مع الجنوبي، تقدر تعزفها مع إيقاع الهوا. طريقة الإحماء ممكن تحميها بجداحة بس ما تخلي النار تلامس الجلد، أو إذا عندك سشوار أو أي شي حار ممكن تخليه عليها فتصعد. إذا تريد ترخيها تخلي إيدك شوية رطبة، ترطب إيدك وتضغط عليها يا أما بصبعك بهاي الطريقة أو بهاي الطريقة، ترخى عندك يطلع عندك الصوت. والعزف هو يكون بإيد كاملة مشدودة.